السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايبي في الله؟ معاكم الدكتور محمد منصور وفيديو جديد من قناة البيطار. الفيديو ده هو إجابة عن أسئلة المتابعين. السؤال اللي جالي: ايه أفضل أنواع البياض اللي أقدر أربيها في مزرعتي؟ وعلشان أجاوب على السؤال ده لازم إن أنا أشرح لك كل سلالة مميزاتها وعيوبها. هل هي مقاومة للأمراض ولا بتحتاج لتغذية ورعاية وتحصين جيد؟ هل هي بتجيب كميات بيض عالية ولا قليلة؟ وكمان هقارن لك ما بينهم في النهاية. ولكن علشان انت تحدد ايه افضل سلالة مناسبة لاحتياجك لازم تحدد بناء على قدرتك المادية، امكانيات مزرعتك، وانت بتربي في قرية ولا في مزرعة ولا فوق سطح بيت، وهكذا. هتأكل علف بياض ولا بتأكل بواقي أكل البيت ودي شيشة والحاجات اللي بنطحنها وبنضيفها على العلف؟ وكمان خبرتك، يعني انت أول مرة تربي ولا ربيت قبل كده؟ في الفيديو ده هو هفرق لك ما بين البلدي والفيومي والساسو واللهمن والإيزا. حابب بس قبل ما أبدأ الفيديو تذكر الله وتصلي على النبي. لو ما اشتركتش في القناة تشترك وتقول لي سؤالك في الكومنتات لاني بجاوب على كل الاسئلة. لو السؤال كان جديد او محتاج اجابة طويلة او بيتكرر كتير لازم اعمله فيديو. نبدأ بأول نوع معانا وهو الإيزا براون. الإيزا براون بتبدأ في التبشير على عمر مبكر جدا من 18 أسبوع، يعني حوالي 126 يوم. بتستمر في الإنتاج 100 أسبوع وبتنتج 470 بيضة، يعني حوالي أكتر من سنة ونص إنتاج لو خصمنا ال 18 أسبوع بتوع التربية. نسبة البقاء في سلالة الإيزا هي 93%، يعني حوالي 7% نافق. بتاكل 112 جرام علف يوميا عشان تديك بيضة واحدة وزنها 63 جرام. طبعا هي ممتازة في إنتاج البيض، وبيوصل إنتاجها في القمة ل 96%، ووزنها عند بداية الإنتاج بيكون كيلو 980 جرام. نروح لرقم 2 في السلالات التجارية وهي اللهمن. اللهمن بيبدأ تبشير متأخر شوية، بيبدأ بعد الإيزا، بيبدأ من الأسبوع 19، ممكن يبدأ من الأسبوع 18 على حسب برنامج الإضاءة المناسب. بينتج بيض 430 بيضة لحد الأسبوع 95، يعني بيستمر 95 أسبوع فقط وليس 100 أسبوع زي الإيزا براون. كمان اللهمن بيستهلك 120 جرام علف يوميا عشان يدي بيضة متوسط وزنها 60 جرام. نسبة البقاء في اللهمن 97 ل 98% أثناء التربية و95% أثناء فترة الإنتاج، ودي برضو نسبة أعلى من الإيزا براون. معنى كده إن اللهمن مقاوم شديد للظروف البيئية وارتفاع درجات الحرارة وبعض التغيرات المناخية البسيطة اللي ممكن تحصل له في المزرعة. وزن الفرخة في بداية التبشير بيكون كيلو 400 جرام وبيوصل ل 2 كيلو بعد نهاية الإنتاج. أما بالنسبة لموضوع التغذية الموضوع بسيط جدا، بس ركز معايا في الكيرف اللي أنا هقوله. أول أسبوع أنت بتستخدم لهم نظام علف زيه زي التسمين، 24 ساعة علف مفتوح ببرنامج إضاءة 24 ساعة. بعد أول أسبوع بقى بتبدأ تعمل برنامج إظلام وتحدد جرامات العلف طبقا لكتالوج السلالة اللي أنت بتربيها. ولكن نسبة البروتين في أول 4 أسابيع بتكون بادي 20%. بعد كده بتنزل نسبة البروتين ل 18% من عند الأسبوع الرابع للأسبوع الثامن. بعد كده بترجع تنزل نسبة البروتين تاني ل 16% من عند الأسبوع التاسع لقبل بداية التبشير. وعند ما تبدأ تبشير بترفع نسبة البروتين ل 17% لحد ما توصل ل 5% إنتاج. وعند ما توصل ل 5% إنتاج بتبدأ ترفع البروتين تاني ل 18% لحد ما تعدي بقمة الإنتاج. وأول ما تعدي بقمة الإنتاج على خير تبدأ تنزل في العلف تاني لنسبة الإيزا أو اللهمن أو أي سلالة بياض بتحتاج لقص المنقار في اليوم السابع أو عند اليوم العاشر. وبعد كده ترجع تعمل لها إعادة تهذيب للمنقار بالمقص عند الأسبوع الثامن أو قبل بداية التبشير بفترة كافية. وطبعا تتبع التعليمات المناسبة وتنزل فيتامين كي في المية، ويكون في فترة باردة ما يكونش فترة حر عشان النزيف. واتكلمنا عن قص المنقار في فيديو قبل كده. بنعمل للسلالتين برضو برنامج تحصين قوي، واتكلمنا في فيديو فات عن برنامج التحصين المناسب من أول يوم حتى بداية الإنتاج. ياريت لو متفرجتش عليهم ترجع تتفرج عليهم تاني. حابب ان نعمل تلخيص سريع او مقارنة بين الإيزا واللهمن علشان ما نتوهش من المعلومات اللي اتقالت. الاتنين تقريبا بيبدأوا إنتاج في نفس العمر، ولكن الإيزا ممكن تبدأ بدري شوية لو ظبطنا ليها برنامج الإضاءة وتغذية مظبوطين. الإيزا كمان أكتر إنتاج للبيض عن اللهمن. وزن البيض بتاعها ثابت طول الدورة، لكن اللهمن ممكن يقل وزن البيض في نهاية الدورة. اللهمن بيحتاج لبرنامج تغذية وعلف قوي، ولكنه مرن أكتر من الإيزا، لأن الإيزا بيحتاج لبرنامج علف متوازن بدقة عالية جدا. الإيزا كمان بيحتاج لتهوية ورعاية ممتازة ودقيقة، أما اللهمن بيحتاج لتهوية جيدة
ولكنه ممكن يتحمل نسبيا بعض التقلبات اللي بتحصل. فلو مزرعتك مجهزة كويس جدا من حيث التهوية والتغذية والمتابعة اليومية، الإيزا براون هي الاختيار الأفضل، لأنها بتدي إنتاج أعلى ودورة أطول بتوصل ل 100 أسبوع. لو ظروف المزرعة متوسطة أو في مناطق حر شديد ومش دايما بتقدر تراقب كل حاجة بدقة، اللوهمان براون هتكون أأمن وأنسب. فعشان كده لو عايز إنتاج أعلى خد الإيزا براون، لو عايز سلالة مستقرة بتتحمل الظروف يبقى اللوهمان براون. بعد ما خلصنا مقارنة ما بين الأنواع التجارية اللي بتنتج بيض تجاري زي الإيزا واللوهمان، نيجي للأنواع المحلية اللي بتتربى تربية مفتوحة زي البلدي والفيومي، والتربية شبه المكثفة زي الساسو. هنتكلم عن الفيومي واللي بيعد من الأنواع البلدي أو الأنواع المستنبطة اللي بتستخدم لإنتاج الوزن والبيض. الفيومي طبعا زي الجميزي بيستخدم ثنائي الغرض لإنتاج اللحم وإنتاج البيض، ولكن الفيومي إنتاجه للبيض أعلى، بيصل إنتاج البيض ل 220-240 بيضة، متوسطه لإنتاج البيض 205 بيضة سنويا. وزن البيض طبعا أقل من الأنواع التجارية بكتير، وزن البيضة من 43 ل 45 جرام، وبيتسوق في المناطق اللي بتحب البيض البلدي اللي هي القرى. طبعا الفيومي بيتميز بمقاومة عالية جدا للأمراض وإنتاج بيض عالي زي ما أنا قلت لحضرتك. وزن الأنثى بيكون كيلو 600 جرام، ووزن الديك بيصل ل 2 كيلو جرام، ولكنه بيحتاج لنسبة بروتين أقل من باقي الأنواع. الفيومي بيبدأ إنتاج البيض على عمر 18 أسبوع، وبيصل لقمة تصل ل 95% إنتاج. وكمان بيتميز ان البيض بتاعه نسبة الكوليسترول فيه اقل من الانواع الاخرى. بالتالي الفيومي يتميز بانتاج بيض عالي، وكمان مقاومة عالية للامراض ودرجات الحرارة الشديدة والظروف البيئية المختلفة، وكمان مناسب للتربية في الاماكن المفتوحة والمزارع البدائية او المزارع المتوسطة والمزارع البسيطة، وينفع كمان للتربية في الاوض او فوق اسطح المنازل. فبالتالي الفيومي خيار مناسب جدا جدا. نيجي لرقم 4 وهو الساسو. الساسو بينتج من 240 ل 318 بيضة سنويا، متوسط وزن البيضة من 50 ل 60 جرام، بيستمر في الإنتاج حتى 75 أسبوع، وبيصل وزنه عند نهاية الإنتاج ل 2 كيلو 650 جرام. بيحتاج ل 145 جرام من العلف لإنتاج بيضة واحدة يوميا. بيصل وزن الذكر لكيلو وربع أو كيلو 500 جرام عند 40 يوم، وبيستهلك 3 كيلو علف، وبيصل ل 2 كيلو أو 2 كيلو وربع على 65 يوم، وبياكل تقريبا 4.5 كيلو علف. وكلامنا طبعا عن سلالات الساسو المتميزة والمحسنة وراثيا زي ال AA والتي 44 والتي 451. وناخد بالنا ان الساسو حساس جدا للكوكسيديا، فلازم رعاية جيدة وبرنامج ضد الكوكسيديا، برنامج يكون كويس، برنامج دوائي. الساسو بيحتاج لرعاية اعلى من الفيومي واقل من الانواع التجارية، لذلك هو انسب في التربية شبه المكثفة، لانه بيتميز بانتاج جيد للبيض واللحم، مما يعد خيار جيد للمزارع المتوسطة. نيجي لاخر نوع معانا وهو البلدي الحر. وهقول لك معلومة عن البلدي لأول مرة تسمعها. البلدي معروف عنه ان هو بيجيب من 160 ل 180 بيضة سنويا، بمتوسط وزن البيضة الواحدة من 40 ل 45 جرام، وهو أقل متوسط وزن بيضة في الأنواع اللي ذكرناها، الأنواع التجارية والمستنبطة. البلدي بيبدأ في إنتاج البيض على عمر 5 أشهر، ومعروف ان هو بياكل اي نوع اكل، يعني ممكن تضيف له من بواقي اكل البيت والذرة المدشوش والردة وتخلط منه على العلف البياض. اذا البلدي من مميزاته انه سلالة محلية مقاومة عالية للامراض، بياكل بواقي اكل البيت، بياكل اي نوع اكل، بياكل العلف، بياكل الدشيش، بياكل بواقي الرز، الحشائش ايا كان. وكمان بيتميز بمقاومة للامراض، ولكن شرط اساسي انه يتربى في تربية باعداد قليلة، لأن التربية المكثفة للدجاج البلدي بتخسر معاك، لأنه بيجيب أعداد بيض أقل من الفيومي والأنواع التجارية الأخرى. وكمان البلدي كان معروف عنه زمان إن هو مقاوم عالي جدا للأمراض والفيروسات والتغيرات المناخية، ولكنه في الفترة الحالية بقت المزارع تشتكي من الأمراض الشديدة اللي بتدخل على الدجاج البلدي، وده لأن الكتاكيت جاية مناعتها قليلة، جاية من أمهات. مزارع الأمهات بتاعت البلدي بالذات بتعتمد على برنامج تحصيني أقل بكتير جدا من برنامج التحصين اللي بيستخدموه المزارع بتاعت اللهمن والإيزا والساسو كمان. فبالتالي كتكوت البلدي بيجي مناعته قليلة، وممكن يتصاب إصابة تصل إن هي تشيل 50-60% نافق من المزرعة. وبالتالي انت بدل ما تيجي تكسب هتلاقي نفسك بتخسر. انتاج بيض بيجيب من 160 ل 180 بيضة سنويا، حتى لما تيجي تأكله مش هتلاقي عليه أكل بيت. هتجيب أكل بيت منين؟ أكل البيت أصلا أغلى من العلف نفسه.
فانت هتضطر ان انت تأكله علف برضه ومستني منه بيض، والامراض ممكن يتصاب معاك بسهولة، ولازم تحصنه زيه زي باقي الانواع. فبالتالي انت لو معاك فلوس وعايز تعمل مشروع، يبقى عندك الاختيار يا اما الفيومي يا اما الساسو يا اما الايزا او اللهمن. ولكن لو انت لسه مبتدئ في التربية، ممكن تجرب اللهمن او تبدأ بالفيومي وتبدأ بأعداد قليلة، ولو المشروع مشي معاك ممكن بعد كده تستمر فيه او تغيره على حسب دماغك. ولكن ما ينفعش ان انت تبدأ مشروع مرة واحدة بأعداد كبيرة. وكمان ما ينفعش ان انا اقولك ايه المناسب ليك في التربية، انت لازم تبدأ تربي أعداد قليلة وتكتسب خبرة، وبعد كده تغير من مشروع للتاني. ولكن انا برشح لك ان انت تبدأ بالفيومي، وبعده تبدأ باللهمن، تجيب أعمار كبيرة 100 يوم، وتعرف تكلفة اللهمن ايه وبرنامج التحصين، وكل ده نزلته في فيديوهات تقدر تبص عليها. هنا هكون وصلت لنهاية الفيديو، مش عاوز اطول فيه انا اكتر من كده. يا ريت تشترك في القناة لو ما اشتركتش، تعمل كومنت بالسؤال اللي انت عايزه علشان اجاوب عليه، بجاوب على كل الاسئلة. وكمان ممكن اعمل السؤال بتاعك فيديو، يكون الفيديو القادم. ما تنساش تشارك الفيديوهات مع اصحابك على جروبات الفيسبوك.